ذياب عوان الاخوان اول شيء يبون يطمنون على اصابتك اللي كانت في تقريبا اول 20 دقيقه من الشوط الاول. ذياب اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على التعادل. يمكن كنا نبى الفوز، اتوقع احنا كنا الاقرب للفوز بس الحظ ما حالفنا. عن اصابتي صراحه انا للحين ما اعرف، انا سمعت صوت بس للحين ما اعرف شو هالصوت. صوت في الكتف بس ما اعرف شو هذا. والحمد لله يوم طلعت الشباب عوضوني، يمكن كانوا قد المسؤوليه وننسى هالمباراه. ضيعنا نقطتين، ننسى هالمباراه ونفكر في المباراه الجايه. واشكر اللعيبه على الاداء واشكر الجهاز الفني على المجهود اللي كيف جهزونا نفسيا للمباراه. وان شاء الله نشوف المباريات القادمه بتكون مستوانا احسن. هيثم احمد خليل نجم المباراه. تفضل محمد. يعني فضل. السؤال اللي انطرح في الاستوديو ان هل هذا احمد خليل اللي شاهدناه اليوم هو اللي نشاهده مع المنتخب الاول؟ شو السبب؟ جميل. احمد مبروك جائزه احسن لاعب. ترى احمد دقيقه احنا على الهواء بعدنا ما شبعنا منكم. احمد يعني الاخوان اول شيء يتكلمون عن احمد خليل في الاستوديو. احمد خليل اللي شاهدناه اليوم احمد خليل اللي نعرفه، ما شاهدنا احمد خليل بهذا المستوى مع المنتخب الاول. والله شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرف انت كل مباراه وظروفها. الحمد لله اليوم الشباب ما قصروا، قدموا مباراه طيبه. مثل ما قال اخوي ذياب، نحن كنا جايين هنا عشان نفوز، لكن نقول الحمد لله على التعادل. طبعا تعرف انت مثل ما قلت لك كل مباراه وظروفها. بدايه الشوط كنا ضاغطين وضغطونا في نفس الوقت، لكن في النهايه عرفنا لازم نعرف كيف ناخذ المباراه بالضبط يعني. فالحمد لله يعني طلعنا بهالنتيجه، ونقول الجايات ان شاء الله تكون افضل يعني. اليوم كان واضح ان احنا داخلين للثلاث نقاط، ويمكن من النادر ما نحس ان احنا لما نلعب خارج الدوله نكون فرحانين في النقطه. اليوم انا اقول لك فرحانين صح، لكن كنا المفروض نطلع فايزين. تشوف يمكن هاي يعني الكابتن مهدي يعرف كيف يلعبها. فتعرف انت اعطانا الخطه ومشينا عليها. كان بدايه المباراه يعني تعرف انت مثل ما قلت لك كان الضغط. الشوط الثاني نفس الشيء ضغطوا علينا، لكن في النهايه عرفنا يعني كيف ناخذ المباراه. يعطيك العافيه احمد، مبروك. انا اقول مبروك للنقطه لانها خارج الدوله ولانها مع منتخب قوي مثل المنتخب الاسترالي. وان كان المنتخب الاسترالي اليوم ما كان في وضعه الطبيعي، لكن يمكن منتخب الامارات هو اللي كان له دور كبير انه يضع المنتخب الاسترالي بهذه الصوره. حارس يغيب وحارس ياتي. احمد محمود ايضا احد نجوم هذا اللقاء. احمد، النقطه بالنسبه لنا كيف تشوفونها بعد نهايه مباراتنا مع استراليا؟ والله انا اشوف النقطه شو بقول لك زينه، لكن مش طموحنا يعني. طموحنا للثلاث نقاط يعني. بس شو بقول لك يعني يلا يعني نقطة خارج البلاد زينه يعني، احسن من لا شيء. نعم. احمد بخليك معي شوي. تفضل محمد. هيثم، يعني يوم انتهت المباراه المخرج جاب لقطه على ديده اللي معاك، يعني كان يعمل حركات وفرحان، طالع فرحان. شو يعني شو اللي اياه هذيك اللحظه؟ في لقطه يت عليك الشباب شافوها في التلفزيون، احنا ما انتبهنا لها هني في الملعب. يتلقط عليك وانت فرحان او انك تسوي حركه حق الجمهور او شيء. الجمهور ما خلاني بعد المباراه. الجمهور شو بقول لك انا ما خلاني في حالي. الجمهور الاسترالي اللي وراك ما خطر اللي اكل ما خلاني في حالي. شو بقول لك يعني. انت عشان شي طلعت فرحان بعد المباراه؟ اثناء المباراه كانوا يضايقونك باثناء يضايقوني يعني طول الشوط الثاني كانوا يضايقوني. فانا راويتهم اني فرحان على اساس انهم كيف يعني هم خسروا نقطتين على ملعبهم في ملعبهم. ف راويتهم اني فرحان على اساس اني غايضهم يعني. كفو احمد، يعطيك العافيه. حسن اسماعيل هو من اهل احمد ايضا لهذه المباراه، طاقم تدريبي مثل ما قلنا محمد قبل المباراه ان في طاقم وطني نفتخر به نحن في دوله الامارات وفي المنتخب الاولمبي. حسن، كيف قدرت تهيئ احمد لموقف مثل هذا؟ يمكن احمد لاول مره يلعب مع المنتخب الاسترالي في استراليا في ظل هذه الاجواء والظروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على النتيجه. ما شاء الله اليوم احمد اليوم حارس بالنسبه لي من 2007 وياي. احمد حارس قديم معنا في المنتخب. احمد ما حصل فرصته يمكن في النادي في فترات، لكن بطوله الخليج اللي كان في قطار اللي كانت هي خير اعداد اللي كانت احمد. اليوم عندنا نملك حارسين اليوم، عادل الحسني
وراشد الدوسري واحمد محمود. اليوم ما شاء الله حراس جيدين. اليوم انا يعني ما حسب ما وصل لي في علمي ان اختاروا احمد محمود وعادل الحسني في المنتخب الاول. اذا اليوم هدفنا ان نوصل حراس للمنتخب الاول خدمه كره الامارات. حراس ما شاء الله يعني هم خامه جيده، بس اتمنى ان الحراس هذيلا يرجعون يلعبون في انديتهم، لان احنا حنواجه مشكله من الان. اقول حنواجه مشكله في حاله ان احمد ما لعب، عادل الحسني ما لعب، وراشد الدوسري ما لعب. اذا انا ما عندي حارس يكون جاهز فنيا يلعب المباريات. تعرف المباراه الوديه غير، المباريات التجريبيه غير، لكن المحك الرئيسي المباريات الرسميه. بارك لك على النقطه ولا اقول لك هارد لك؟ والله تقول لي هارد لك. احنا الحمد لله على الاداء، على مجمل الفرص اللي حصلناها، خطوط اكثر طبعا، لكن الحمد لله رب العالمين احنا اجتهدنا والله سبحانه وتعالى كتبنا هاي النقطه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان في المباراه الجايه يرزقنا الفوز. نتمنى في المباراتين الجايه مثل ما اليوم ابنائنا، ابناء الامارات، ابناء الخليج، ابناء اخواننا العرب وقفوا ويانا اليوم هنا هم في الغربه، يوم من حوالي يعني اللي جاي من حوالي 2000 كيلو و1000 كيلو. اليوم نتمنى في الامارات الجمهور يدعمنا. هذول ابناء اولادكم يرفعون رايه الامارات، دائما رايه الامارات عاليه خفاقه. شكرا كابتن حسن. اسماعيل مدرب